يا عيني يا ابني، قعدتوا تقولوا اللاعب الوحيد اللي هياخد بطولتين أوروبيتين في نفس الموسم. ولا طلدي ولا حتى طلدي. بس يا جماعة بالله، بعيدا عن الهزار يعني، التاني ده أنا كل يوم بكتشف إن هو مدفن للمواهب. عندك مكتومناي، كانوا بيقولوا عليه في يونايتد لعيب فاشل ولا يصلح إنه يلعب كرة قدم، أو أخد أفضل لعيب في الدوري الإيطالي، وكان لعيب الموسم لا يقل مستوى عن اللاعبين اللي انتوا عمالين تتفشخروا بيهم. وعندك جرينوود، هداف الدوري الفرنسي، متساويا مع عثمان ديمبلي اللي انتوا بتقولوا اللي هو ممكن يكسب الكرة الذهبية. هو متساوي مع عدد الأهداف في الدوري الفرنسي. وأخيرا وليس آخرا، اللي احنا جايين نتكلم عليه النهاردة هو أنتوني. أنتوني لما راح ريال بيتيس عمل مستوى ما شفتهوش حتى في البرايم بتاعه في مانشستر يونايتد، إذا كان لا برايم في مانشستر يونايتد. دلوقتي هو هيرجع لأعلى مانشستر يونايتد. هل المدرب الجديد أبو ريما هيقدر يتعامل معاه أم لأ؟ وده اللي احنا مستنيين عنده، وهنشوف.